السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهارده في قرارات غريبة كده من لجنة الانضباط، وما احناش عارفين دي نازلة في اتحاد الكورة كمان ولا لا، بس اللي انا اعرفه ان دي مسربة من داخل اتحاد الكورة او من وزارة الشباب والرياضة. عموما تعالى نتكلم النهارده قبل ما نتكلم على قرارات كهرباء. النادي الاهلي هيقابل بكرة سموحة في مباراة مهمة جدا في الدوري، وانا شايفها من وجهة نظري الاهم الرجاء، لان الرجاء يوم السبت القادم، والحمد لله وزارة الداخلية النهارده بتوافق رغم اتحاد الكوره وبعض التصريحات اللي طلعت والفبركه وبعض الجماهير المندسه في المدرجات، وبيحاولوا بقدر الامكان ان هم يعطلوا النادي الاهلي ويعطلوا جمهوره انه ما يحضرش المباراه. اتوافق النهارده على 50,000 او 55,000 متفرج للنادي الاهلي، واهلا وسهلا بالجماهير. عاوزين نرجع تاني زي ايام زمان والنادي الاهلي ويرجع الانتصارات، واهم حاجه عندنا مباراه الرجاء هي دي اللي مهمه حاليا. اما مباراه سموحه ممكن ان شاء الله، الدوري طويل ممكن يتعوض، انما ان احنا نفرط في مباراه سموحه في مباراه الرجاء دي تبقى مشكله لان على ارضنا، لان اتحاد الكره مصر وعامر حسين مصر ان يحط الجدول الشيطاني بتاعه والجدول اللي يعرقل النادي الاهلي. المباراه في بكره في اسكندريه هيقابل سموحه، مباراه صعبه ومباراه قويه في اسكندريه وسفر وارهاق للاعيبه. ان شاء الله النادي الاهلي قادر، وكولر الحمد لله نفهمهم وقادر يعمل كده، لانه هو حاطط تشكيل الرجاء من الان والحمد لله. ومباراه سموحه ممكن يبدا نقول عندنا الحمد لله فرقه تانية كامله ومش فارقه معانا ان شاء الله بكره ايه اللي يحصل، وان شاء الله بكره الاهلي هيكسب كمان باذن الله. تعال نروح للكافه بتوع لجنه الانضباط، او معنى اصح المنظومه الرياضيه داخل مصر. انتوا ليه بتحاولوا تهدموا الدنيا؟ بوجه رساله لو حد سامعني للنادي الاهلي: الانسحاب من الصوبه. انا شايف الكلام ده والله العظيم، ننسحب من الصوبه. ليه بقى؟ لان الناس دي مش هتيجي بالطبطبه وحاضر وطيب. تعال نشوف القرارات وتعال نتكلم عليها، وتعال نتكلم ان اصلا في شيء كمان مخالف للقوانين. تعال نتكلم النهارده غرامه مليون جنيه على كهرباء تسدد خلال شهر، وايقاف 12 مباراه. 12 مباراه نتكلم بقى عليها بعدين. تغريم النادي الاهلي 200,000 جنيه وتسدد خلال شهر. طيب تحذير رئيس نادي الزمالك بخطاب رسمي من العوده لمثل هذا السلوك. طيب تغريم رئيس نادي الزمالك 300,000 جنيه تسدد خلال شهر، وحرمان رئيس الزمالك من دخول الملاعب في المباريات اللي له مع الزمالك طيب خلال شهرين. طب تعالى نحسبها كده بالعقل. اول حاجه هنتكلم من الاخر، هتكلم من ناحيه حرمان رئيس نادي الزمالك. طبعا حاليا ان في الوقت رئيس نادي الزمالك اتعزل، اللي هو السابق اللي هو مرتضى منصور. هنتكلمها كده تدريجي. غرامه منين؟ وصف رئيس نادي الزمالك باحدى الاعضاء او احدى اللاعبين، او السب اللي هو ذكره وقال لك ده شبه القرد وما القرد، والسب ده يا جماعه ده في الفيفا ايه جزاؤه في الفيفا؟ يعني احنا بنتكلم عدم مزاوله المهنه سنه ايه؟ طب الراجل ده انعزل، ولا ال 300,000 دول هيندفعوا ايه؟ مش هيندفعوا على نادي الزمالك حاليا، هيندفعوا لما رئيس نادي الزمالك يرجع تاني لمزاوله مهنته. طب والغرامه دي برضه لما يرجع نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك اللي هو مرتضى منصور يرجع لمزاوله مهنته. العزل ده بحيث ان هي فبركه الغرامات دي تسير على كهرباء عشان ماتش السوبر. هو في دماغهم كده ان كهرباء الراجل فايق والراجل تمام وكل حاجه. طيب اصلا لجنه الانضباط استقال منها 5 اللي موجودين حاليا في لجنه الانضباط، دول تم اختيارهم من وزاره الشباب والرياضه. طب تعالى بقى نتكلم بقى بموضوعيه اكتر. طيب في الحاله ديت ما تمش انتخابهم، فالقرارات دي كلها باطله، والمسؤول امامهم اصلا باطل. كهرباء اللي احترامهم زاد عن اللزوم، ومرتضى منصور ما راحش اصلا ولا شغل باله بيهم، ولا القدام ولا اللي موجودين. فديت احدى الكوارث. طيب الراجل بيتكلم، تعال نشوف اللوائح كده والقوانين بتاعه لجنه الانضباط والاتحاد الكره المصري. اللوائح المقرره في الاتحاد المصري للعقوبات: اقصى عقوبه في الاساءات وتهييج الجمهور والاشارات باشياء خادشه للحياه 6 مباريات وغرامه 50,000 جنيه. ده قانون اتحاد الكره المصري ولجنه الانضباط. وعلى فكره نفس الموضوع ده متواجد على فكره على اللعيبه على مستوى انديه كتيره جدا.
واتحادات كره كتيره جدا. طيب، واقصى عقوبه في اثاره الشغب اصلا مع الجمهور 4 مباريات، يعني بالكتير قوي 12 مباراه ليه؟ طب في ناس هتقول لي في استئناف، الاستئناف ده برضه قانونا يوم ما تعمله المنظور العام هيروح بس للغرامه الماليه، ممكن يشيلوا الغرامه الماليه او تخفيضها، انما سائده ال 12 مباراه. طب ايه ال 12 مباراه؟ انت بتتكلم في نص سيزون، الموسم ده انتهى بالسوبر بغير السوبر، والراجل اصلا قاعد بقاله شهرين 3. هو بقى ايه اللي بيحصل؟ هو قال لك ان كهربا راجل فايق، راجل شغال، نحط اليومين دول عشان ماتش السوبر اللي في الامارات ونهدي الزمالك اللي احنا ما عرفناش نعمل اي بوليكه كده، ونطلع النادي الاهلي من السوبر وكان من كاس مصر، كان زمان دلوقتي الزمالك مع بيراميدز. في كارثه بتحصل في مصر في الرياضه بشكل عام، وعلى النادي الاهلي، على النادي الاهلي اصدار بيان رسمي وقوي وشديد اللهجه هو اتخذت ديت ما يصدقش عليها، وعدم تنفيذ العقوبات، واتهام اللجنه الموجوده حاليا بالتحيز لجهه معينه، كمان يشكك فيه عضويتهم، وكمان يعمل اما يوصل لاشرف صبحي وزير الرياضه بيان رسمي ان الناس ديت ما جاتش انتخابيه، فكل الاشياء اللي هي بتعملها باطله، واتحاد الكره برضه بنفس القصه، واما تنفذتش كلام ومطالب النادي الاهلي، على النادي الاهلي يعتذر من بطوله الكاس مصر السنه دي والسوبر اللي عاوزين يلعبوه في الامارات. وانا متاكد ان هيحصل برجله كبيره، لان الوقت دوله الامارات عملت والشركه الراعيه مهرجان كبير عشان احتفاليه النادي الاهلي هناك، وهتخسرهم، فهيكون الضغط من جميع الجهات، لان دي كارثه. و12 مباراه لم نسمع عن عقوبه 12 مباراه ديت الا في يعني في حادثه كبيره، يعني ما شفناهاش اصلا. شفناه اصلا حته 12 مباراه كان روني قبل كاس العالم، في اعتقد لاعب تدخل معاه جامد جدا، فتوقف 2 في الاتحاد الانجليزي او سنه بسبب روني، وكان عنصريه رهيبه لروني، واللاعب ممكن يلعب في اي مكان تاني، انما هو في الاتحاد الانجليزي مش في، على ما اعتقد يعني كان سنه على ما اعتقد، وشطبه من الاتحاد الانجليزي، وكان شيء لان كان انجلترا وروني كان داخلين على كاس العالم، الكلام ده كان 2014 على ما اعتقد او 2010 على ما اعتقد 2010، فكان الموضوع جامد قوي بالنسبه عشان روني وحاجه زي كده، والاتحاد الكره عمل او الاتحاد نفسه بتاع اللعبه هو اللي عمل الموضوع ده. طب احنا بنتكلم دلوقتي في لجنه انضباط، اول شيء اللجنه ديت مش شرعيه، اللجنه ديت تم انتخابها، تم اختيارها مش انتخابها، اول حاجه دي تاني حاجه، تالت حاجه ما حطوش القرارات ديت من زمان، ده اتحطت النهارده، واتحطت بشكل شيطاني لعرقله النادي الاهلي، وخصوصا كهربا قال لك النادي الاهلي شغال وكهربا شغال وبتاع، وتغريم كمان 1,000,000 جنيه، ده شيء مبالغ فيه، ما سمعناش عن الكلام ده. رئيس نادي الزمالك اللي قاعد يسب ويلعن فيه جميع معالم النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، حتى ما حدش سلم منه على ما اعتقد في مصر اصلا، بغض النظر عن اهلي ولا غير اهلي. وخلينا في الكوره، ما طلعتش لجنه الانضباط ديت وعزلته رسمي من زمان، ولا طلعت عليه شيء من العقوبات الضخمه ديت، ويقول لك 300,000 جنيه بيضحكوا على الاهلي، اذا كان الاهلي بيضحكوا علينا 300,000 جنيه ومش هيتنفذوا الا لما يبقى هو الرئيس وعزلوه، شيء مطبخ، شيء كارثي. احنا بنتكلم في زمن هزلي للكره المصريه، وانتوا عاوزين مصر تنجح، عمر ما مصر هتنجح في الكوره، وعلى ما اعتقد ان مفيش هتكون كرامه للكره المصريه، زي ما حاجات كتيره بدات كرامه تتشال منها مننا كمصريين. فانت بتتكلم بشكل عام، او معنى اصح عشان بس اوجه الرساله مظبوط، انت لو عاوز تنهي اللعبه الغي النشاطات ديت وخلاص، وكل واحد يروح بيته وما نشجعش. عاوز تدي للزمالك خلاص اديهم له بالهبه كده، وما تقعدش تشغل بالنا ان انت عمرك ما هيعترف بيك خارجيا، ولا انت ولا الزمالك، مع احترامي لقلعه نادي الزمالك عشان الناس ما تفهمنيش غلط. انا مش بتكلم على
كيان الزمالك نفسه، او بتكلم على مؤسسه نادي الزمالك، لا انا بتكلم على الاشخاص اللي بيحاولوا يتلاعبوا لمصلحه الناس ديت. احنا شفنا رؤساء اتحاد كتار كانوا اهلاويه، ما شفناش الكلام ده. سمير زاهر الله يرحمه كان في التوقيت ده كان الدنيا كلها كانت ماشيه بمنظومه صح. طيب لو الناس قالت ان كان قبل كده ان سمير زاهر ده بيتحيز للنادي الاهلي، كان في عقوبات وغرامات على رئيس النادي الاهلي وعلى سيد حفيظ وعلى بعض لاعيبه النادي الاهلي، وكانت بتطبق وبتنفذ عادي. طيب لو انا كذاب، المنتخب مصر لما بتشوف المنظومه ماشيه مظبوط من فوق من اتحاد الكوره، هتيجي تبص تلاقي منتخب مصر محقق انجازات رهيبه. تعال شوف البطولات اللي حققها سمير زاهر كل ما يمسك رئاسه الاتحاد. وقبل كده برضه الدهشوري حرب كان شوفوا المنتخب المصري كان عامل ازاي، حتى عماره لما كان وزير شباب الرياضه. شوفوا احنا خدنا بطولات قد ايه. النادي الاهلي يا جماعه مش مساله ان انا اهلاوي ولا كده، انت بتتكلم اعقلها لاي واحد من جمهور حتى الزمالك. اديني بند صريح يوقف لاعب 12 مباراه لاي اشارات عدوانيه، بلاش اسائيه، وتغريمه مليون جنيه. ما حصلتش ولا هتحصل ولا شيء يصدق ولا في قانون كده. الناس دي طلعت قانون اونطه وقانون بنفسهم، ومفيش اصلا بيان رسمي من اتحاد الكره بالغرامات ديت، وطلع بس من تبع لجنه الانضباط واحد مش عاجبه او حب يصير الجدل او يوقف فرحه النادي الاهلي حاليا بالبطولات. والاخر حاجه كمان للحكام، اتقوا ربنا، انت اسمك حكم يعني معناه انك انت صاحب الحكم. كارثه من الكوارث، الحكام بيتلاعبوا كتير جدا لمصلحه نادي الزمالك. انا ما شفتش تحيز رهيب باين او واضح قوي انكم بتتحيزوا بشكل مستفز وبشكل رخيص جدا. اسيبكم تصحروا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.